السادسة التي تضم واحدا من أقوى المنتخبات في العالم، المنتخب البلجيكي المدجج بنجوم كثر، نجوم ستتل بدون شك في سماء قطر. لدينا أيضا ضيف لطيف، ضيف ظريف، ضيف خفيف على كأس العالم، اسمه المنتخب الكندي. لدينا أيضا المنتخب المغربي مع الورق، هو أقوى منتخب عربي مشارك في نهائيات كأس العالم. ولدينا أيضا المنتخب الكرواتي الذي نشط نهائي 2018، إبعاد هاليلوزيتش وعودة زياش وحمد الله للمنتخب المغربي. اختيار موفق للمدرب الركراكي اللي معروف باللي كان لاعب مميز، كان هو يشغل ظهير ايمن في لم تعلق على ابعاد هاليلوزيتش؟ ابعاد هاليلوزيتش ربما لظروف ما نقدرش نتكلمك عليها. انا مانيش عايش مع المنتخب المغربي ولا نتابع في الاخبار تاعهم. المنتخب المغربي والمنتخب العربي الاكثر او الاعلى قيمه تسويقيه، 232 مليون يورو هي قيمه لاعبي المنتخب المغربي، ثم ياتي بعد ذلك تونس 66 مليون، ثم السعوديه 30 مليون، ثم قطر ب 18 مليون يورو. لكن نعرف باللي ركراكي كي جاء يعني لاعب مثل حمد الله اللي يشغل منصب مهاجم، ولاعب مهاجم اخر يلعب على الرواق اللي هو زياش، هادو لاعبين تسحقهم في اي منتخب تكون حاكمه، لانهم لاعبين يلعبوا في اعلى مستوى، يقدموا. حتى حمد الله يلعب في الدوري السعودي، والدوري السعودي نعرفوا بلي فيه مستوى لا باس به. نعم. وهذه يعني الركراكي اعطى دفعه كبيره للمنتخب المغربي. المنتخب الكندي ايضا يتواجد في هذه المجموعه. كندا مصنفه 41 عالميا، كندا مصنفه الرابعه قاريا. كندا شاركت فيما مضى في نسخه واحده من نهائيات كاس العالم، لم تفز باي مباراه ولم تتعادل في اي مباراه، خسر كان الاول والثاني. نعم. ولكن التتويج بكأس العالم راح يكون صعب جدا على المنتخب البلجيكي. حتى المنتخب المغربي في هذا الضوء في هذه المجموعه يقدر يتفاوض في كامل المباريات حتى مع المنتخب البلجيكي، لانه مع المنتخب البلجيكي تقدر تقول ديربي مصغر. هناك جاليه كبيره جدا في بلجيكا، جاليه مغاربيه كبيره في بلجيكا. راح تكون مباراه قويه جدا. المنتخب المغربي امام المنتخب البلجيكي، المنتخب البلجيكي ما راحش يكون في نزهه امام المنتخب المغربي. امام كندا ايضا المنتخب المغربي يستطيع ان يفوز بهذه المباراه. امام المنتخب الكرواتي ايضا المنتخب المغربي يستطيع ان يتفاوض. كرواتيا ماشي كرواتيا 2018. استبعاد اوريجي او اوريجي ما راحش يقدم بدايه موسم مليحه، ماهوش يلعب حتى مع نادي ميلان، سجل هدف واحد فقط هذا الموسم مع نادي ميلان. لذلك قرار استبعاده كان